بعد ساعات سيفتح معبر رفح. تاني، بعد ساعات سيفتح معبر رفح. المرة دي حصل التنسيق ثلاثي بين الاحتلال وبين أمريكا وبين مصر. التنسيق ثلاثي فيه، وانا بكلمك دلوقتي دي صورة اقمار صناعية، صورة من الاقمار الصناعية ل 88 عربية واقفة على معبر رفح. 88 عربية واقفة على معبر رفح منتظرة دخول. بايدن امبارح بالليل عمل مكالمة متأخر هو والسيسي، اتكلم ان هيدخلوا 20 عربية بس من ال80. تاني، 20 عربية بس من ال80. فتح المعبر الساعات القادمة خطير جدا. ليه؟ هقول لك دلوقتي. فتح المعبر الساعات القادمة هيكون بإشراف الأمم المتحدة. المعلومة دي حصريا بتقال في وسائل الإعلام لأول مرة. المعلومة دي جاية من الاستخبارات المصرية. في ناس قاعدة وعلى اطلاع بالمعلومات ومش قادرة تعمل حاجة، وده لا يشفع لها، فبتحاول ان هي تدي اي معلومة عشان تلحق. القافلة اللي هتخش بعد فتح معبر رفح، اللي هم 22 او 20 عربية فيها مساعدات تحت المعبر، هيكون تحت اشراف الامم المتحدة. انت فاهم يعني ايه؟ يعني مفيش اشراف مصري، يعني يعتبر كده مين امم متحدة؟ امريكا. ده يعتبر احتلال امريكي لمعبر رفح. فمن سيكون متحكم عن معبر رفح الساعات القادمة هي امريكا. مين بقى اللي هيخش في المساعدات دي؟ في مساعدات هتخش طبعا، لكن هيكون من بين هذه المساعدات CIA ايجنت وموساد ايجنت، عملاء CIA مخابرات امريكية وعملاء موساد. ودي معلومة وصلتنا النهارده من الاستخبارات المصرية. اظن دي اول مرة تقال على السوشيال ميديا في اي وسيلة اعلام. من ضمن القافلة اللي عشان كده فتحوا المعبر. الساعات الجاية خلاص، احنا بنتكلم على بكرة الصبح. ده الكلام التأكيدي حتى اليوم، حتى دلوقتي. الا بقى لو حصل حاجة جامدة فشخ بقى زي اللي حصل في اليمن، ضربوا القوات الامريكية. لكن حتى هذه اللحظة دي الخطة. سيدخل عملاء CIA والموساد مع هذه القافلة. الغرض داخلين معاهم، استنى عشان اقول لك المعلومة زي ما جات لي. داخلين معاهم اجهزة استشعار وبرامج زلزالية. مهم جدا يا رجالة، اي حد في غزة، المعلومة دي محورية للجيش الاسلامي في فلسطين، لان لازم يرصدوا الكلام ده علشان يعرفوا يتعاملوا معاه. معاهم اجهزة استشعار وبرامج زلزالية، معدات لكشف الانفاق. قبل الاجتياح هيفتحوا المعبر، يدخلوا قال ايه؟ مساعدات. الغرض من فتح المعبر ودخول هذه المساعدات ان هيكون ما بينهم جواسيس. معاهم معدات لكشف الانفاق. الخطورة الان، مش عارف الكلام ده مصيبة يا جماعة. عشان كده بقول لكم احنا يعتبر هنا احنا جنود هنا. لازم الكلام ده يا جدعان دلوقتي يلف يوصل لاخواتكم في فلسطين. الناس دي احنا منصة اعلامية بتجيلنا اخبار من مصادر بننشرها يعني. نحن لا ندعو لشيء ولا ننتمي لاي شيء، انتوا عارفين. الخطر دلوقتي في ايه؟ ان احنا لما ندخل غزة، الانفاق احنا ما نعرفش هي فين. داخل غزة فيه 500 كيلو متر انفاق. فاحنا هنشوفهم ازاي؟ هنعرفهم ازاي؟ فالامريكان والمحتلين عندهم حاجة كده اسمها اجهزة استشعار وبرامج زلزالية، بيتنبأوا من خلالها. المعلومة دي لسه وصلنا حالا يا جماعة، هي دي اللي اخرتنا. بيتنبأوا من خلالها بالزلازل والاماكن اللي فيها نفط والاماكن اللي فيها غاز وبالحفر. فمدخلنا عشان يعرفوا اماكن الانفاق، لان داخل الانفاق دي في زي ورش ومصانع بيصنع فيها تختخ لاهاليكم في غزة، للجيش اللي موجود في غزة. فعايزين يعرفوا اماكن الحاجات دي قبل ما يحصل الاجتياح، عشان من ناحية يتجنبوها، وعشان من ناحية يبقوا عارفين الكمائن هتكون موجودة في الانفاق دي. المعلومة دي مهمة جدا، ومعرفش كان المفروض اقولها كده ولا لا، بس مفيش وقت. المعبر هيتفتح بعد ساعات.